تعرف على أسرار ألعاب الخفة وكن نجما للحفلات والمناسبات السعيدة. أذهل أصدقائك وعائلتك وكل المتفرجين من خلال دورة EF ماجيكال. EF ماجيكال أقوى وأول دورة لتعليم الألعاب السحرية باللغة العربية حصريا على الإنترنت، مصممة خصيصا للمبتدئين. نأخذ بيدك خطوة بخطوة حتى تتحول إلى لاعب واثق وماهر، ومقدم عروض مدهشة تترك انطباعا لا يمحى في أذهان المتفرجين. EF ماجيكال تمنحك فرصة نادرة لتتعلم مهارة تكسبك أموالا وفيرة بدون منافسة قوية ولا رأس مال يذكر ولا استئجار محل ولا إتقان فنون الحاسوب واللغات الأجنبية، فهي دورة حصرية مجانية بالكامل. كن حرا مستقلا واكسب رزقك بعيدا عن هموم الوظيفة وضغوط المسؤول ونكد الزملاء. هيا أطلق العنان لموهبتك الكامنة في داخلك وغير حياتك نحو الأفضل والأروع. محتويات الدورة: الجزء الأول: الألعاب. 1. خدعة الشال. 2. القمع المسحور. 3. اللوحة العجيبة. 4. اختر لونك. 5. المنديل والتفاحة. 6. اللص والشرطة. 7. مولدة العقد. 8. كنانة المناديل المختفية. 9. المنديل المسافر. 10. دمج 4 مناديل في واحد. 11. تبديل العملات. 12. الكتاب العجيب. 13. أين الخاتم؟ 14. تقطيع الشريط ثم إعادته إلى هيئته الأولى. 15. قراءة ما كتب في الأظرفة قبل فتحها. 16. تحدي إدخال السوار والحبل. 17. الصندوق العجيب. 18. أين الحليب؟ 19. اختفاء الماء من الجريدة. 20. تغيير لون المنديل. 21. أكل شفرات الحلاقة. 22. كيس الهدايا. الجزء الثاني: المحاضرات. 1. نبذة عن الألعاب السحرية، أبرز المحطات في تاريخها. 2. قواعد أساسية لأداء الألعاب السحرية. 3. كيف تتعامل مع المتفرجين أثناء العرض وتدفع التوتر والخجل. 4. 13 نصيحة مهمة. 5. الخطة الكاملة لبدء العمل والربح من الألعاب السحرية. الجزء الأول: الألعاب. لعبة الشال. في الحقيقة هذه الخدعة جميلة ومدهشة، وفي الوقت نفسه بسيطة وسهلة للأداء. أرشحها لتكون بين أنسب الخدع لافتتاح عروضك السحرية كما كنت أفعل، لكن ينبغي تحضير اللعبة قبل العرض، بحيث نأخذ شالا على شكل شريط من قماش أحمر متين طوله 2 وعرضه 20 سنتيمترا، لكن بدل أن نلقيه على الرقبة من الخلف لينسدل على الصدر كما نستعمله في العادة، فإننا بعكس ذلك نلفه من الأمام إلى الخلف ونخفيه في الداخل بين ياقة القميص والعنق إلى أن يلتقي الجانبان خلف الرقبة. حينها نثني طرفي الشال عودة إلى الأمام،
فينسدل على الصدر كي يبدو للمتفرجين كما يستعمله الأشخاص العاديين. أثناء العرض تستخدم شخصين وتتحداهما أن يخنقاك. قف للثلاثة في مواجهة المتفرجين، وأعط للشخص الذي يقف على يمينك الطرف الأيسر للشال ليمسكه، بينما يمسك الشخص الواقف على يسارك بالطرف الأيمن منه، هكذا. ثم أوصيهما مازحا أن يفعلا ذلك بسرعة خاطفة كي لا تتعذب، بينما في الحقيقة يجب أن يسرعا في العملية حتى لا يرى المتفرجون كيفية انفكاك الشال بين الياقة والعنق إذا تمت العملية ببطء. خدعة القمع. سر اللعبة. هذا القمع ليس قمعا عاديا، بل تم إعداده مسبقا، وهو عبارة عن قمع منزلي بلاستيكي يتكون من قمعين تم لصقهما معا، أحدهما خارجي وآخر داخلي، حيث تمت إزالة بعض الزوائد من حواف القمع الداخلي كي يتطابق مع القمع الآخر الخارجي، لكن لا يتلامسان، بل يجب أن يكون هناك فراغ بينهما، وثم مستقر الماء الزائد الذي سنستخدمه في العرض. ولأجل دخول وخروج الماء إلى ذلك الفراغ تم إحداث ثقبين فيه أحدهما في الأسفل والآخر في الأعلى بجانب المقبض، ويتم سد الحواف ولصقها بالسيليكون بنفس لون القمعين. هذا القمع صنعته أنا بنفسي في المنزل ثم صبغته بالسواد، لكن يمكنكم صناعته في المنزل ربما بشكل أفضل مني بكثير. إذن أثناء العرض نضع أصبعنا أسفل فوهة القمع لسدها، ثم نسكب الماء في داخله حتى يمتلئ، وفي تلك اللحظات يمكنك إلهاء المتفرجين بنكتة أو أي ثرثرة لتعطي للماء وقتا كي يتسرب إلى الفراغ الذي بين القمعين خلال الثقب الأعلى بجانب المقبض. وعندما تلاحظ توقف صعود الفقاعات من الثقب، قم بسد ذلك الثقب بإبهامك وانزع أصبعك من أسفل فوهة القمع لتصريف الماء منه، فيبقى فقط الماء العالق في داخل الفراغ بين القمعين. وفي النهاية يمكنك استخدام أحد المشاركين لتوهم المتفرجين أنك تخرج الماء من أي موضع شئت من جسمه من خلال القمع بشكل مرح ومضحك. اللوحة العجيبة.
العدد الذي تحصلت عليه؟ 975. 975. سر اللعبة: نحتاج إلى لوحة وكيس من القماش يمكن خياطته في البيت، بحيث يدمج معه كيس داخلي من البلاستيك سنعرف وظيفته لاحقا. ونحتاج كذلك إلى طبشور أبيض وممسحة وورق كربون أسود وكناشة وقلم. أولا، قبل العرض نكتب العدد 975 على اللوحة، ثم نغطيه بورق الكربون الأسود باستعمال الغراء هكذا. وكذلك نحضر الكناش بكتابة الأعداد التالية عليه عموديا: 421، 242، 312، أو أي 3 أعداد مجموعها 975. ولكن احرص على إخفاء هذه الصفحة عن المتفرجين وعن المشاركين الذين ستستخدمهم، وهذا أمر ضروري للغاية. وأثناء العرض نري الكيس ومحتوياته للمتفرجين كالطبشور والممسحة واللوحة والكناش والقلم. يمكن إعطائهم الكيس المفرغ لتفحصه جيدا من قبل المتفرجين، وأعرض عليهم اللوحة من بعيد مع تحريكها وقلبها أكثر من مرة ليروا بأنها غير مكتوبة، لكن لا تعطيها إياهم أبدا. وبعد ذلك ندخل اللوحة في الكيس مع الطبشور والممسحة، ونغلق فم الكيس بإحكام ونضعها جانبا. لنعود إلى الكناشة، نستخدم 3 مشاركين على التوالي لكتابة 3 أعداد بالمئات بشكل عمودي. أما أنت فاستدر إلى الخلف حتى لا ترى شيئا مما يكتبون. ثم نستخدم مشاركا رابعا لحساب المجموع، لكن إياك أن تعطيه الصفحة التي كتبها المشاركين ال3 السابقين، بل بمهارة وخفة يد استبدل تلك الصفحة بالصفحة التي أعددتها مسبقا، وأنت تثرثر لتلهيهم عما تفعله يدك، ثم قدمها للمشارك لحساب المجموع. حتما سيجد النتيجة هي 975، وهي نفسها التي كتبتها على اللوحة وغطيتها بورق الكربون. حينها عد إلى الكيس وفك عنه الخيط ومد يدك داخله لفصل ورق الكربون عن اللوحة بحذر، ثم أخرج اللوحة على الوجه الغير مكتوب لتفاجئهم بالعدد الصحيح المكتوب عليها بعد قلب اللوحة. أما وظيفة الكيس البلاستيكي المدمج مع القماشي فهي التغطية بخشخشتها على خشخشة ورق الكربون أثناء إخراج اللوحة من الكيس وفصل ورق الكربون عنها. اختر لونك.
تفاحة. سر اللعبة. السر دائما يكمن في الإبهام الكاذب. إذن عند التحضير للعبة قبل عرضها كنت قد أدخلت هذا المنديل الصغير بعد طيه ليأخذ حجما أصغر في داخل الإبهام الكاذب. أضعه في الداخل هكذا. أما التفاحة فهي تفاحة طازجة حقيقية، وكذلك السكين سكين عادي. فعندما أقوم بقطع التفاحة أضع الإبهام الكاذب بين نصفي التفاحة بشكل لا يراه المتفرجون، ثم أقوم بسحب المنديل الذي أدخلته فيه من قبل وسط ذهول ودهشة المتفرجين. اللص والشرطة. مرحبا، خدعة اللص والشرطة. هذه الخدعة سأقدمها لكم على شكل قصة مشوقة، فتابعوا معي. تحتاج إلى التركيز والانتباه لفهم تفاصيلها. إذن لدي 3 بطاقات صفراء تمثل عناصر الشرطة، 3 عناصر شرطة، وهذه البطاقة الحمراء والأحمر لون الخطر يمثل اللص. إذن ثبتت تهمة السرقة في حق هذا اللص، وبدأت الشرطة تطارده وتبحث عنه وتفتش عنه في كل مكان. اللص يفر ويختبئ، والشرطة يلاحقونه ويطاردونه ويفتشون عنه. ذات يوم في حلقة من مسلسل المطاردات ضاقت الدنيا على هذا اللص بما رحبت، فلم يجد مكانا للاختباء به إلا السينما. أعتبر أن قبعتي هذه هي السينما، فدخل اللص إلى السينما. وبعدما وردت مكالمة إلى مركز الشرطة أن اللص اختبأ في السينما، بطبيعة الحال سيذهبون إلى هناك ويقصدون المكان للتفتيش عنه. فدخلوا السينما فوجدوه هناك. سيقبضون عليه الآن، وإنه يحاول الهرب والإفلات منهم، ولكن هيهات. إذن لقد قبضوا عليه وأمسكوه من ذراعيه، ومنطقيا سيأخذونه إلى السجن. أعتبر جيبي هو السجن. إذن الحمد لله، لقد تخلصوا من اللص ووضعوه في السجن. وبعدما خرجوا من السجن، الشرطيين تذكر زميلهم الثالث الذي تركوه في السينما، فقالوا هيا سنذهب ونبحث عن صديقنا وربما نشاهد الفيلم، ولم لا؟ فذهبوا إلى السينما. يا للهول، لن تصدقوا ماذا رأوا. انظروا، مع أن الشرطيين قد أخذوا اللص إلى السجن، سأتفقد السجن. لقد ألقوا بزميلهم وصديقهم في السجن، بدل أن يلقوا القبض على اللص ألقوا القبض على صديقهم. سر اللعبة. كما شاهدتم كان عندي 3 عناصر شرطة، أي 3 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء تمثل اللص. في الحقيقة عندي هنا بطاقتين صفراوين فقط، والسر يكمن في البطاقة الوسطى. هذه البطاقة يمكن أن تتحول إلى عنصر من عناصر الشرطة أو إلى لص في الوقت نفسه. انظروا،
إذا شئت أن أجعلها عنصرا من عناصر الشرطة سأخبئ الجزء الأحمر فتبدو البطاقات الثلاثة كلها صفراء. ولكن إذا أردت أن أحولها إلى لص أو بطاقة حمراء ما علي إلا تحريك هاتين البطاقتين، وهكذا فعلت حتى أوهمت المتفرجين أنهم أمسكوا باللص. فلما وضعتها في هذا الجيب، أي عندما ألقيت باللص في السجن، وفي هذا الجيب كان عندي بطاقة أخرى صفراء كنت قد خبأتها في جيب إضافي صغير في الداخل. هذا هو الجيب الداخلي الذي يساعدني على أخذ البطاقة الصفراء بكل سهولة عند البحث عن الشرطي الثالث، فلا أخطئ أو أخرج البطاقة المتحولة التي رميتها في نفس الجيب كما رأى المشاهدون. مولدة العقد. سر اللعبة. كما سبق أن ذكرنا، كل الألعاب السحرية تحتاج إلى تدريب وتحضير مسبق. في هذه اللعبة كنا قد قمنا بتشبيك 3 عقد كاذبة. قلنا كاذبة لأنها ليست مثل العقد العادية، بل هي عقد متحركة تم شبكها بالحبل وليست من نفس الحبل، ما عدا العقدة الرابعة فهي عقدة حقيقية نفكها في نهاية عرض اللعبة لإيهام المتفرجين أن كل العقد حقيقية مثلها. أما السر الثاني وهو ضروري جدا فهو الثقب الذي أخفيناه وراء الأسطوانة. هذا الثقب وظيفته السماح بإدخال الإبهام كي نتحكم بمرور العقد واحدة بعد الأخرى لترك المسافة بينها في الحبل، وبذلك فتبدو الأسطوانة وكأنها تولد العقد حقا. سر اللعبة في الجيب الخفي. فيه يوضع المنديل ومنه يستخرج بعد طي الكنانة، وينبغي أداء اللعبة بسرعة. تصنع الكنانة كما يلي: قص مربعين من ورق أسود ثخين بقياس 20 سنتيمترا للضلع الواحد. ارسم 3 خطوط على كل مربع كما ترى. ضع أحد المربعين فوق الآخر حتى يتطابقان، ثم الصقهما بالغراء، لكن إلى حد أحد الخطين فقط كما ترى. ألصق طول حافتي الجانبين المتبقيين، واترك الجانب القصير مفتوحا لعمل جيب خفي، ثم أطوي الجانبين. المنديل المسافر.
السر دائما مع الإبهام الكاذب. لكن إليكم هذه الملاحظة: عند تقديم المنديل للمتفرجين ينبغي أن تنتبه وتحذر ألا يظهر هذا الإبهام الكاذب. أدر المنديل هكذا، وغط إبهامك واخفيه عن المتفرجين بمسك زاوية المنديل وطيه عليه، حيث تدير يدك مقابل الجمهور والمنديل وراء يدك كما تشاهدون. قلنا دائما عند عرض يدك للمتفرجين تثني الإبهام الكاذب بهذا الشكل، ولا تبسطه هكذا. ثم نضع المنديل الأخضر فوق قبضة اليد اليسرى وتغرس فيه الإبهام الكاذب لكي تخفي فيه المنديل الأصفر، بينما اليد المقبوضة تحت المنديل الأخضر تمسك بالإبهام الكاذب كي تحرر منه اليد اليمنى. حينها ندخل المنديل الأصفر داخل تجويف الإبهام الكاذب الذي في قبضة يدك، وحين تنتهي أدخل إبهامك الحقيقي فيه لتلبسه، وبسرعة وخفة يد تسحب المنديل الأخضر ليبدو لهم أن المنديل الأصفر اختفى تماما. والآن سنستخرج المنديل الأصفر من المنديل الأحمر، بينما هو في الحقيقة موجود في الإبهام الكاذب. مرة أخرى تضع المنديل الأحمر فوق قبضة يدك اليسرى وتغرس فيه الإبهام الكاذب، وتسحب من داخله المنديل الأصفر الذي خبأته، ثم تري المنديل الأحمر للمتفرجين فارغا مرة أخرى وسط دهشتهم وحيرتهم. دمج 4 مناديل في واحد. سر اللعبة في هذا الإبهام الكاذب المصنوع من البلاستيك. شكله كالإبهام الحقيقي ولونه تماما كلون البشرة، لكن يحتاج مهارة خاصة لاستعماله. فعندما ترتديه وتحاول أن تبين للمتفرجين أن يديك فارغتين، إياك أن تري أصابعك مبسوطة تجاههم هكذا، وإلا سيظهر الإبهام الكاذب بطوله الزائد عن اللزوم فيفطن للسر. لذلك ينبغي أن تثني إبهامك قليلا وتواجه به المتفرجين بشكل أفقي فيبدو عاديا للمشاهدين هكذا. هذا الإبهام الكاذب له تجويف لترتديه بسهولة، وزيادة عن ذلك يسمح لك بإخفاء أشياء صغيرة مثلا قصاصات أوراق، عملات ورقية، قطع قماش، مناديل، وأشياء كثيرة وكثيرة، مما يعطيك مجالا أوسع وأفكارا متنوعة لعروض سحرية مبهرة تدهش الجمهور. للأسف هذا الإبهام الكاذب يصعب صنعه في المنزل، فلا بد من شرائه، وقد وضعت لك رابط أسفل الفيديو لشرائه بثمن لا يتجاوز $5 مع تكاليف شحنه، وهو رخيص جدا مقارنة بفوائده الجمة. اعتبر ثمنه كرأس مال تستثمره وستعوض أضعافه، كما ستعوض تكاليف كل المستلزمات، ستعوضهم جميعا فقط من خلال العرض الأول أو الثاني للجمهور إن شاء الله.
وبعد ذلك تكون باقي مداخيلك من عروضك كلها فوائد بدون رأس مال إلى ما لا نهاية بإذن الله. نعود الآن إلى سر لعبة دمج المناديل. قبل العرض، حتى لا يرى المتفرجون السر، قم بإدخال هذا المنديل الذي يتركب من 4 قصاصات قماش مخاطة أو مدمجة كمنديل واحد. اطويه حتى يصبح حجمه صغيرا يكفي لإخفائه داخل الإبهام الكاذب، ثم قم بارتدائه في أصبعك هكذا. أثناء العرض، أولا أري المتفرجين قطع القماش ال4 بينما الإبهام الكاذب في أصبعك، ثم خذ القطعة الأولى غطي بها يديك لتنزع الإبهام الكاذب وضعه في وسط كفك الأيسر هكذا. أخرج من داخله المنديل الكبير الذي أخفيته مسبقا، ثم أدخل القطع ال4 واحدة تلو الأخرى، وفي كل مرة ادفع القطعة بطرف إبهامك الأيمن واضغط به داخل الإبهام الكاذب. وعند إدخال القطعة الأخيرة ارتدي الإبهام الكاذب وابدأ بفرد المنديل الكبير الذي في كفك بمهارة وخفة يد لتعرضه على الجمهور وسط ذهولهم واندهاشهم. تبديل العملات. سر اللعبة: هذه خدعة أخرى باستعمال الإبهام الكاذب يتم التحضير لها قبل العرض، وذلك بأن تطوي إحدى العملتين الورقيتين اللتين تنوي استعمالهما في العرض حتى تأخذ حجمها الصغير، ثم تخفيها داخل الإبهام الكاذب، ثم ارتديه في إبهامك الأيسر أو الأيمن حسب ما يناسبك. وأثناء العرض تري للمتفرجين العملة الورقية الثانية بحيث تبرز أولا يديك لتبدوان فارغتين باستعمال الطريقة الخاصة لعرض اليد مع الإبهام الكاذب، ثم تضع إبهامك الكاذب وراء العملة الورقية أثناء طيها حتى يصبح حجمها صغير. بعد ذلك تستخرج العملة الأولى التي أخفيتها مسبقا وتضع مكانها العملة الثانية التي عرضتها للمتفرجين لتخفيها في الإبهام الكاذب. حينها تبدأ بفتح وفرد العملة الأولى شيئا فشيئا بكل حرية حتى تظهر كاملة للمتفرجين. وأذكرك دائما بضرورة حضور المهارة والسرعة لنجاح الأداء كما في جميع الألعاب السحرية. الكتاب العجيب. أنت ماذا يعجبك في الدراسة؟ اللغة. وأنت الرسم. ها قد قالت المادة التي تعجبني أنا كذلك. لقد أحضرت معي الآن الرسم ها هو، ولكن لكي أرسم بها ماذا أحتاج؟ الألوان، القلم والمسطرة. أنا ليس عندي هذه الأشياء، فقط عندي هذا الكراس أو الكتاب العجيب. إشارة واحدة ولكن هذا الرسم تنقصه أشياء. لم يعجبني الرسم جيدا. ماذا ينقصه؟ نعم، يحتاج إلى تلوين،
ولكن ليس عندي ألوان أيضا. نعم، إشارة سحرية. دكدكة دكدكو. ولكنني ندمت على بعض الرسومات وأريد أن أعيد الرسم من جديد. ماذا أحتاج؟ إلى ممحات، ولكن ليس عندي الممحات. سأمحيها الآن. سر اللعبة: كراس أو دفتر الرسم المستعمل في هذه الخدعة ليس كباقي الدفاتر العادية، رغم أنه يبدو كذلك في الوهلة الأولى. فهذا الدفتر صنع خصيصا لأداء الخدعة السابقة، ويباع في متاجر مستلزمات الألعاب السحرية. فإذا عرفنا طريقة الأداء نستطيع أن نفهم أسرار هذا الكراس وآلية عمله، وبالتالي إمكانية صنعه في المنزل. لكن أولا هيا لنتمعن النظر في طريقة الأداء. لاحظوا كيفية إمساكي بالكراس حينما عرضت الصفحات البيضاء، ثم لاحظوا كيف اختلف موضع إمساك الكراس عند عرض الصفحات المرسومة بالأبيض والأسود. والآن لاحظوا موضع إمساك الكراس عند عرض الصفحات الملونة. مما رأيناه نستنتج أن السر يكمن في تغير موضع إمساك أوراق الكراس، وهنا نفهم أن الأوراق كان لها ترتيبا وتصفيفا منظما بشكل معين، بحيث هناك مواضع إمساكها تسمح بإطلاق نوعا معين من الصفحات دون الأخرى. هذا هو السر في أداء اللعبة الذي لا يلاحظه المتفرج ولا يشعر به، لأن الساحر يثرثر خلال العرض ويمزج بين الفكاهة والأسئلة بغرض تحويل انتباههم عن هذا السر. لكن لو أدى تلك الخطوات صامتا وبدون أي فاصل، بلا شك لا تنطلي عليهم الخدعة. وهنا تكمن أهمية الثرثرة والكلام والتفاعل مع المتفرجين أثناء العرض. فكيف نصنع دفترا مشابها في المنزل؟ نحتاج إلى حزمة أوراق الرسم، كراس أو كراسي تلوين الذي يستعمله الأطفال لتعلم التلوين، بحيث يكون مقاسها بنفس مقاس أوراق الرسم، بالإضافة إلى مقص، قلم ومسطرة. هيا لنبدأ. نأخذ كراسات التلوين الثلاثة ونفك عنها المساكات أو الدبابيس، ثم نفصل الأوراق المزدوجة لنحصل على أوراق منفردة. بعد ذلك نصنفها إلى مجموعتين: الأولى للأوراق المرسومة بالأسود والأبيض، والمجموعة الثانية للأوراق الملونة. فيصبح لدينا 3 مجموعات بعد ضم مجموعة أوراق الرسم البيضاء إليهما. ينبغي أن يكون لدينا في كل مجموعة 8 أزواج من الأوراق، يعني 16 ورقة من كل مجموعة، والمجموع الكلي 48 ورقة. في كل مرة نأخذ زوجا واحدا من الأوراق، نقص أجزاء من أطرافها على النحو التالي. فلنبدأ مثلا بمجموعة الأوراق البيضاء. نأخذ الورقة اليمنى، ثم نقص منها جزءا مستطيل الشكل عرضه 1 سنتيمتر على طول حافة الورقة. أما الورقة اليسرى فنقص من زاويتها العليا اليسرى مثلثا قائما قاعدته بطول 1 سنتيمتر وارتفاع 20 سنتيمتر، هكذا. ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية، أي مجموعة الأوراق المرسومة بالأسود والأبيض. فنقوم بنفس العمل، لكن نقص في الحافة اليسرى للورقة مثلثا قائم قاعدته إلى الأسفل بطول 1 سنتيمتر وارتفاع 20 سنتيمتر. ونفس العمل للمجموعة الثالثة، أي مجموعة الأوراق الملونة. هذه المرة نقص مثلثين قائمين متقابلين، أحدهما في الأعلى والآخر في الأسفل، لكن لا يلتقيان، بل بينهما مسافة تزيد عن 10 سنتيمتر، وقاعدة كل منهما 1 سنتيمتر وارتفاع 7 سنتيمتر. نقوم بترتيب وتصفيف الأوراق كالآتي: زوج الأوراق البيضاء، ثم نضع فوقها زوج الأوراق المرسومة بالأسود والأبيض، ثم نضع فوقها زوج الأوراق الملونة،
ونكرر تصفيف كل الأوراق على هذا النحو بالتناوب حتى نصفف كل الأوراق 48، ونشبك أطرافها جميعا بدباسة قوية، ثم نغلفها جميعا بأحد أغلفة كراسات التلوين التي نزعناها منها في بداية العمل. هذا ما تحصلت عليه أنا من 18 ورقة مختلفة فقط كعينة، وأنتم أكملوا الباقي على هذا النحو. وإن لم تنجحوا في الحصول على ما تريدون، أنصحكم بشراء نسخة متقنة ومتينة وعملية أكثر من أحد المتاجر على الإنترنت عبر الرابط أسفل الفيديو. أين الخاتم؟ من خلال هذه اللعبة تستطيع أن تعرف الأصبع واليد والشخص الذي معه الخاتم بين عدد من الأشخاص، مع أنك لم ترى ولم تحضر هناك وقت تعليقه. إليكم الطريقة: اطلب من أحد الحاضرين البالغين أن يستقدم عددا لا يزيد عن 10 أشخاص، ويفضل أن يكونوا من فئة الأطفال، ثم ينظمهم في صف مقابل المشاهدين، واطلب منهم أن يعطي لكل طفل رقما سريا خاصا به بالترتيب. بعد ذلك اطلب منه أن يعلق خاتما لأحد هؤلاء الأطفال دون حضورك، حيث ستغيب أنت عن المنصة لتثبت لهم أنك لم ترى ولم تعرف أين الخاتم. وبعد تعليق الخاتم يأمرهم الشخص الذي أوكلت له المهمة أن يخفوا أيديهم جميعا بقبضها وإخفائها في جيوبهم أو وراء ظهورهم، وتلح عليه أن يركز جيدا في مهمته، خاصة تذكر رقم الطفل واليد والأصبع التي فيها الخاتم. وبعدها سيناديك للعودة إلى المنصة والبحث عن الخاتم. هنا تطلب من الشخص الموكل بإخفاء الخاتم بإجراء بعض العمليات الحسابية البسيطة مع التركيز الجيد، فأي خطأ في العملية ستفشل اللعبة برمتها. اطلب منه أن يضرب الرقم السري الخاص بالطفل الذي عنده الخاتم ب2، أن يضيف إلى حاصل الضرب 3، أن يضرب حاصل الجمع السابق ب5، أن يضيف إلى حاصل الضرب السابق 8 إذا كان الخاتم في اليد اليمنى، و9 إذا كان الخاتم في اليد اليسرى، أن يضرب الناتج في 10، أن يضيف إلى ناتج الضرب السابق رقم الأصبع التي فيها الخاتم حيث يبدأ الحساب من الإبهام، أن يزيد 2 إلى ناتج الجمع السابق. ستكون المعادلة بهذا الشكل، بحيث الطاء هو رقم الطفل، صاد هو رقم الأصبع، نون هي النتيجة. ختاما اطلب منه أن يخبرك بالعدد النهائي، وحينئذ اطرح من هذا العدد بشكل سري العدد 222، والعدد الذي ستحصل عليه يكون رقم الآحاد فيه هو رقم الأصبع، ورقم العشرات يكون إما 1 وإما 2. فإن كان رقم العشرات هو 1 فهذا يعني أن الخاتم في اليد اليمنى، وإذا كان رقم العشرات 2 فهذا يعني أن الخاتم في اليد اليسرى. أما رقم المئات فيدل على رقم الطفل أو الشخص الذي معه الخاتم. وإليك هذا بالبرهان. لنفرض أن رقم الطفل الذي معه الخاتم هو 3، 3 في 2 يساوي 6، 6 زائد 3 يساوي 9، 9 نضربها في 5 يساوي 45. لنفرض أن اليد التي فيها الخاتم هي اليمنى، إذن نضيف 8 إلى 45 فيكون الناتج 53. 53 في 10 يساوي 530. لنفرض أن الخاتم علق للأصبع الوسطى أي رقم 3، 530 زائد 3 رقم الأصبع يساوي 533. 533 زائد 2 يساوي 535. الآن نقوم بطرح العدد السري من هذا المجموع. 535 ناقص 222 يساوي 313. لاحظ الآن أن رقم الآحاد الذي هو 3 هو رقم الأصبع الذي فيه الخاتم، وأن رقم العشرات هو 1، وهذا يعني أن الخاتم في اليد اليمنى. أما رقم المئات الذي هو 3 فيدل على رقم الطفل الذي أخذ الخاتم.
تقطيع الشريط ثم إعادته إلى هيئته الأولى. الأمر ببساطة مجرد تحضير مسبق للشريط، حيث ألصقت قطعة أخرى قصيرة في وسط الشريط الطويل بشكل مخفي قبل العرض، هكذا. وأثناء العرض تقوم بإبراز القطعة القصيرة بمهارة وخفة يد بشكل لا يثير انتباه المشاهدين، ثم تقطعها بالمقص بحذر كي لا تصيب الشريط الطويل. في النهاية، عند عرضك للشريط للمشاهدين كأنه عاد إلى هيئته الأصلية، ينبغي إخفاء وجه الشريط الذي يحتوي على بقايا الشريط المقطوع سلفا وقلبه نحوك حتى لا يلاحظه المشاهدون. قراءة ما كتب في الأظرفة قبل فتحها. خلاص؟ نعم. الآن سأجمع الرسائل. من كتب سيارة؟ صفقوا لها. سأتأكد. صحيح، كتبت سيارة، صحيح. سأكمل. ديناصور، من كتبه؟ ديناصور كتبه بنيامين. شكرا، عد إلى مكانك، صفقوا له. من كتب حصان؟ من كتب حصان؟ قولي حاضرة أنا. سأرى إن كان حقا كتبت حصان. نعم، حصان، شكرا. بنت، من كتب؟ ياسمين كتبت بنت، صفقوا لها. سأتأكد إن كانت حقا كتبت بنت. نعم، بنت. نمر، من كتب نمر؟ أكرم كتب نمر. سأتأكد إن كان حقا كتب نمر أم لا. نعم، كتب نمر. من كتب دب؟ الدب، ها هو الذي كتب الدب، صفقوا له. سأتأكد أولا. نعم. من كتب الأسد؟ هذا كتب الأسد، صفقوا له. سأتأكد إذا كان الأسد. نعم. من كتب الكلب؟ هذا كتب كلب، سأتأكد. وجدت، كتبت الكلب. من كتب الدجاجة؟ هاي التي كتبت الدجاجة، سأتأكد. نعم، الدجاجة، أحسنتي. من كتب بطة؟ ها هي التي كتبت البطة، سنتحقق من ذلك. نعم، بطة، شكرا لك. من كتب ذكي أو زكي؟ ماذا كتب؟ نعم، زكية، أحسنتي. زكية، ولا لم تكتب التاء المربوطة. زكية.
نعم. الأخيرة من كتب قطة؟ نعم، لن تكتبيها جيدا. نعم، كتبت قطة. شكرا لك. سر اللعبة. من المؤكد أن العرض السابق مثير للاستغراب والدهشة، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. إليكم سر الخدعة. قبيل بداية العرض كنت قد اتفقت مع تلميذة أو طالبة واحدة أن تكتب في القصاصة كلمة سيارة، واشترطت عليها أن يبقى ذلك سرا بيننا ولا تخبر أحدا من زملائها قبل العرض. وقبيل العرض كذلك كنت قد وضعت علامة مميزة للظرف الذي سأمنحه إياها خصيصا حتى لا أخطئ، فوضعت نقطة على الظرف بطريقة لا تجذب الانتباه كما ترون. وبعد أن وزعت عليهم الأظرف وقصاصات الورق الغير مكتوبة، وتأكدت أن الظرف المعلم بالنقطة عند تلك التلميذة أو الطالبة، كان ينبغي أن آمرهم بتفتيش الأظرفة من خلوها من أي شيء آخر قبل الانطلاق بالكتابة. جمعت بالترتيب الأظرفة المغلقة والقصاصات المكتوبة الموجودة بداخلها، حيث وضعت ذلك الظرف المميز بعلامة النقطة أسفل جميع الأظرفة. والآن حان وقت قراءة ما في القصاصات. أخذت الظرف الأول من الأعلى. بطبيعة الحال فيه كلمة أخرى لا أعرفها، لأن الظرف الذي فيه كلمة سيارة وضعته في أسفل الأظرفة، فقلت الكلمة هي سيارة. من كتبها؟ فرفعت تلك التلميذة يدها، وأنا طلبت من الحاضرين التصفيق والتشجيع لها. ثم قلت الآن سأتأكد إن كانت حقا كتبت سيارة، بينما غرضي كان أن أكتشف كلمة أخرى لا أعرفها، وهي هنا كلمة ديناصور. فاحتفظت بها في ذاكرتي ولم أقرأها لهم، ولكن قلت للمتفرجين إنها حقا كلمة سيارة. أحسنت، سيصدقني جميع المتفرجين بلا شك، لأن التلميذة شهدت أنها كتبت تلك الكلمة. وعندما رفعت الظرف التالي قرأت كلمة ديناصور التي وجدتها في الظرف الأول، ثم قلت هيا لنتأكد من ذلك، فقرأت كلمة ثالثة جديدة لم أكن أعرفها، وهكذا دواليك، حيث واصلت قراءة باقي الكلمات بهذه الحيلة حتى النهاية. أين وجدت كلمة سيارة في الظرف الأخير؟ وهكذا قرأت جميع الكلمات التي في الأظرف 12. تحدي إدخال السوار في الحبل. اللعبة. الأطفال بطبيعتهم يحبون ألعاب التحدي، فإليك طريقة تقديم هذه اللعبة. تحتاج إلى حبل متين وإلى سوارين متشابهين تماما. أنا هنا فضلت أن أستعمل سوارين مطاطيين متينين. قبل عرض اللعبة تكون قد علقت أحد السوارين في معصمك، ثم سترته بكم البدلة حتى لا يراه المتفرجون. بعد ذلك تستخدم أحد المشاركين ليقيد يديك جيدا بالحبل بشكل يصعب فكه بسهولة وفي وقت قصير. كذلك تريهم السوار المطاطي وتتحداهم أن تدخله في الحبل في أقل من 5 ثوان فقط. بعد تغطية اليدين بغطاء قماشي تسحب السوار الذي علقته مسبقا في معصمك في وسط الحبل بسهولة، بينما اليد الأخرى تخفي السوار الذي رآه المتفرجون بوضعه في داخل كم البدلة لليد الأخرى. كل هذا بسرعة قياسية، وهي عملية في غاية السهولة إذا تدربت عليها جيدا. الصندوق العجيب. لدي منديل برتقالي
ولدي كرتون مكعب بدون قاع ولا غطاء. سأضع الآن سر اللعبة يكمن في هذا القاع المخفي للصندوق والقابل للطي. لكن ينبغي التدريب جيدا على ذلك حتى تؤديها بسرعة ومهارة عالية. أين الحليب؟ سر اللعبة. في هذه الخدعة الساحر أوهم المتفرجين أنه سكب الحليب في الوعاء الورقي الذي صنعه من صفحة الجريدة، ثم بلمسة سحرية اختفى الحليب، بينما في الحقيقة لم يسكب ولا قطرة واحدة من الحليب، لأن الوعاء الذي وضع فيه الحليب مصنوع هكذا بجدارين شفافين بينهما تجويف ملئ بسائل للزينة، فأحدث الساحر فيه ثقبان في أعلاه وأفرغه من السائل الذي كان فيه، ثم ملأه بالحليب عن طريق المحقنة، وأثناء العرض عند إمالة الإناء يخرج الحليب الذي بين الجدارين عبر أحد الثقبين اللذين في أعلاه ليستقر في قاع الإناء، فبدا فيه الحليب للمتفرج وكأنه نقص. اختفاء الماء من الجريدة.
إذا كان الماء قد بدا للمتفرجين أنه اختفى، فإن الحقيقة غير ذلك على الإطلاق، فالجريدة معدة خصيصا لهذه الخدعة، حيث قمت بتركيب كيس بلاستيكي شفاف بين إحدى صفحتي الجريدة، وعند العرض يقوم الساحر بصب الماء في ذلك الكيس. تغيير لون المنديل. سر اللعبة. هناك أنبوب من الورق المقوى ملون بالأسود ملصق في إحدى زوايا الوجه الأسود للأداة الكرتونية المربعة الشكل، والتي هي عبارة عن ورق ثخين أو مقوى ملون بالأسود كذلك، وفي الوجه الآخر ملون بالأحمر. كما تلاحظون، الأسود يستخدم بكثرة في الألعاب السحرية لأنه يساعد غالبا على إخفاء الأشياء. إذن هذا الأنبوب الصغير يخبأ فيه المنديل البرتقالي قبل العرض، وحتى لا يلاحظه المتفرجون نمسك الأداة بهذا الشكل، حيث نغطي الأنبوب بأصابع إحدى اليدين. عند عرض اللعبة أمام المتفرجين نلف الأداة السحرية المصنوعة بالورق المقوى حول الأنبوب الصغير الذي خبأنا فيه المنديل البرتقالي، ثم ندخل المنديل الأصفر في الفراغ المتبقي من الأسطوانة. بعدها نوجه الأسطوانة نحو الأعلى لننفخ بقوة في الأنبوب الصغير الداخلي ليطير منه المنديل البرتقالي في السماء، بينما يبقى المنديل الأصفر محصورا داخل الأسطوانة. احتفظ به هناك ولا تكشفه للمتفرجين، وإلا سيفتضح أمرك. أكل شفرات الحلاقة.
كان عندي مجموعتين مختلفتين من شفرات الحلاقة، في كل منها 6 شفرات. إحدى المجموعتين تتكون من شفرات حقيقية حادة وقاطعة ينبغي التعامل معها بحذر شديد. أما المجموعة الثانية فهي شفرات كاذبة ليست حادة ولا قاطعة، ولا يمكن أن تسبب أي خطورة حتى لو أدخلتها في فمك. هذه الشفرات قمت بنظمها في خيط كالعقد مسبقا، وهي تباع في متاجر مستلزمات الألعاب السحرية. وأعتقد حسب ما أفادني به أحد الأصدقاء أنه يمكن تحويل الشفرات الحقيقية إلى الكاذبة بحك حدها القاطع بسطح صلب وخشن أو بواسطة مجلخ الملحم. وإلا اشتريها جاهزة من الإنترنت إن شئت، مثلا عبر الرابط أسفل الفيديو. أما الشفرات الحقيقية فإنني حقا أدخلتها في فمي، ولكن بحذر شديد، وهذا يحتاج إلى تدريب وشجاعة، حيث ينبغي أن توضع بعناية على اللسان، وحينها لا ينبغي أن تتكلم أو تحرك لسانك في هذه الأثناء أبدا، إلا بحركة واحدة مع حركة الفك الشاقولية، أي من الأسفل إلى الأعلى، لتوهم المتفرجين أنك تمضغها، بينما في الحقيقة الأمر مختلف. بعد ذلك تخلص منها عن طريق فنجان أو كوب ماء غير شفاف، توهم المتفرجين أنك تشرب الماء ليساعدك على بلعها، بينما أنت ترميها في داخله دون أن ينتبه لذلك. بعدها أبعد الفنجان وما فيها من شفرات حقيقية عن الأنظار جانبا، لتنتقل إلى الشفرات الكاذبة. خذ الشفرات من حقيبتك وأنت تخفيها بين أصابع يديك، وتدلي طرفي الخيط من الجانبين، ثم أدخلها إلى فمك دون أن يلاحظوا ذلك، فتبدو لهم وكأنك تأكل الخيط. بعدها اسحب طرف الخيط في النهاية، وستبدو الشفرات منظومة فيه كالعقد وسط دهشة الحاضرين. كيس الهدايا. ما أجمل الهدايا وما أسعد من يستلمها، فهي عربون الصداقة وعربون المحبة. سر اللعبة. من ينظر إلى هذه العلب من بعيد يخال أنها تحف مصنوعة من الزجاج، بينما في الحقيقة هي ليست كذلك، بل هي مجرد علب بلاستيكية قابلة للطي لصقت عليها ورود ورقية في الداخل، وهي تباع هكذا جاهزة للاستعمال في متاجر مستلزمات الألعاب السحرية. إن شئتم يمكنكم شراؤها عبر الإنترنت عن طريق الرابط أسفل الفيديو. الجزء الثاني: المحاضرات. مقدمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم موسى معوشي، مقدم عروض ألعاب الخفة سابقا.
هذه الدورة موجهة خصيصا للمبتدئين من الصفر وليس للمتقدمين. إنها لمن يريد أن يخطو الخطوة الأولى لاحتراف فن ألعاب الخفة، لتكون مصدر دخل لأسرته وقوت يومه، ويجني منها أرباحا طائلة تغنيه عن أي وظيفة. لكن أنصحكم بشدة بمشاهدة كل محتوى هذه الدورة، فلا تتسرعوا بالقفز إلى مقطع آخر، لأن كل المقاطع ضرورية ومهمة. هذه الدورة ليست مجرد كلام نظري، بل هي خلاصة لتجربة الحقيقية مع الألعاب السحرية دامت نحو 10 سنوات حتى توقفت لظروف خاصة. قدمت عروضي في أماكن مختلفة وفي مناسبات متنوعة، إحداها على التلفزيون عام 2009. فن ألعاب الخفة أحبتي عالم عجيب ومجال مربح جدا للكسب. تصوروا أنني في أول شهر من عملي في هذا المجال كسبت ما يقدر بضعف أجرتي 7 مرات في ذلك الوقت، لكنه يعتبر لا شيء أمام ما يكسبه السحرة المهرة والمحترفين الكبار، على رأسهم ديفيد كوبرفيلد الساحر الأمريكي الذي تقدر ثروته بنحو $1,000,000. لا أقول لكم أنكم ستصبحون مثل كوبرفيلد من خلال هذه الدورة، لكنني أعدكم إن تتبعتم كل محتوى هذه الدورة ستتمكنون في النهاية من تقديم أول عرض للألعاب السحرية للجمهور، وستجنون منه أول أرباحكم. وقد اخترت لكم خدعا سهلة الأداء لا تتطلب إلى الكثير من المهارة، يمكنكم صناعة أدواتها البسيطة في منازلكم بأيديكم، وصدقوني أنها ستشوق الجمهور وستدهشونه بإذن الله. وهي نفس الخدع التي قدمتها في مشوار عملي في هذا المجال، ولم أجد الإمكانيات مثل الإمكانيات المتوفرة في هذا الوقت، خاصة هذه الدورة التي بيدكم. اعتمدت في بداية على الكتاب لتعلم الألعاب السحرية، وأنتم تعلمون صعوبة التعلم عن طريق الكتاب، ليس مثل الفيديو أو الوسائل التي توفرها التكنولوجيا الحديثة. لكن بفضل الله ثم بعزيمتي وبعد الإعداد والتدريب لمدة شهور تمكنت من تقديم أول عرض سحري للجمهور، وكان ناجحا جدا ولله الحمد، وهذا ما شجعني للاستمرار. في هذا الزمان تتوفر إمكانيات ووسائل متنوعة لمن يريد أن يطور نفسه ويتعلم أي شيء، وأنتم محظوظون جدا أحبة الطلاب، لأن هذه الوسائل وهذه الأمور متوفرة، خاصة هذه الدورة التي هي الأولى من نوعها باللغة العربية. وأنتم كذلك أحبتي يمكنكم تقديم أول عرض سحري بعد هذه الدورة بإذن الله، ثم يمكنكم صقل مواهبكم عن طريق الوسائل المتاحة المتنوعة، مثلا الإنترنت، اليوتيوب خاصة، والأقراص المدمجة والكتب والاحتكاك بالزملاء في هذا المجال. أكيد سوف تتطورون ويتحسن أداءكم بإذن الله. ستجدون في هذه الدورة 22 لعبة مع شرحها. أنتم في الحقيقة في عرضكم لا تحتاجون أكثر من 10 إلى 12 لعبة، فالإكثار من الألعاب في العرض الواحد لمدة تزيد عن 45 دقيقة أو ساعة يؤدي إلى تسرب الملل إلى المشاهدين، وكذلك يحط من قيمة هذا الفن الراقي. فأنا قدمت لكم أكبر عدد من الألعاب، يمكنكم أن تختاروا من بينها ما ترونه مناسب من حيث الأداء ومن حيث التشويق، ثم تستبدلون الجمهور ولا تستبدلون هذه الألعاب. يمكنكم تكرار عرضها في شهور وسنوات. أنا أعرف شخصيا أحد السحرة كان يقدم نفس العرض منذ 20 سنة ولا يزال. كما وضعت في هذه الدورة شرح الخطة الكاملة لبدء العمل وجمع المال. وقبل أن أستودعكم أخبركم بأنني سأفرح كثيرا لو تخبرونني بنجاحاتكم وتقدمكم في تنفيذ هذه الدورة. كما أرجو أن لا تبخلوا علي بتعليقاتكم وبتقييمكم لهذه الدورة. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله. اقترن السحر بالإنسان منذ الأزمان الغابرة، حيث تروي الأساطير القديمة أن السحرة كانوا يعملون على طرد الشر من الأرض، ويصارعون التنانين ويتكهنون بالمستقبل
أو يقدمون عروضا سحرية لتسلية الملوك والأمراء، وربما في تلك الأساطير ذرة من حقيقة. جاء ذكر السحر والسحرة في الكتب المقدسة من باب النهي والتحريم أو للإعجاز، فقد روى القرآن الكريم ما جرى بين سحرة فرعون ومعجزات موسى عليه السلام، كما ذكر هاروت وماروت اللذان كانا يعلمان الناس السحر ببابل. وتضمنت التوراة حكم بقتل السحرة، كما ذكر الساحرين عليم وسمعان في العهد الجديد، لكن لا أحد يعرف بالتحديد من كان أول ساحر على الأرض. للتنبيه فقط، فإن كل كلمة السحر واردة في هذا المقام المقصود منها فن ألعاب الخفة، وليس السحر الأسود والشعوذة، فذلك شأن آخر لا يعنينا. إن أوائل السحرة الذين توجد أدلة ملموسة على ممارسة الخدع السحرية تعود إلى 4500 سنة خلت، وذلك في بردية ويستكار الموجودة حاليا في المتحف العام ببرلين، والمنسوبة للمستكشف البريطاني هنري ويستكار. تروي البردية المكتوبة بالهيروغليفية كيف استطاع الساحر ويبانر تحويل نموذج تمساح من الشمع إلى حيوان حي مكتمل ومفترس في حضرة الفرعون خوفو. كما اشتهر الساحر ديدي حسب ما جاء في نفس البردية أنه يقطع رؤوس الطيور ثم يعيدها كما هي من قبل. أما الصينيون فقد عرفوا الألعاب السحرية منذ القدم، وإليهم تنسب عدة خدع، أشهرها الحلقات الصينية التي عرفها الغرب فقط في سنة 1835 على يد الساحر البريطاني جوزيف جاكوب. وربما تكون خدعة الفناجين والكرات أقدم الخدع الكلاسيكية على الإطلاق، بالرغم من أن عمرها غير معروف على وجه التحديد، حيث أن سينيكا الابن وهو رجل دولة وفيلسوف روماني كتب عنها منذ 2000 سنة مضت. وذكر الرحالة المسلم ابن بطوطة خدعة الحبل الهندي العجيب في رحلته. واشتهر الساحر ميرلان في عهد ملك إنجلترا الأسطوري آرثر. في القرون الوسطى سادت أوروبا قوانين الكنيسة، فصارت الألعاب السحرية جريمة يعاقب صاحبها بأقصى العقوبات، فيتم تعقب السحرة في كل مكان، فيعدم حرقا أو شنقا أو غرقا. وأغلب من يتعاطى هذه الخدع يعرضها خفية وبأدوات خفيفة يجمعها في جراب معلق على حزامه ليسهل حملها والهرب بها إذا ما شعر بالخطر. لذلك كانت ألعابهم بسيطة جدا، تؤدى بالأصابع الرشيقة والعملات والكرات في الغالب. أبرز الخدع الشعبية التي اشتهرت آنذاك ولا تزال تحتفظ بشهرتها خدعة الفناجين والكرات المذكورة سلفا. كما اشتهرت في هذه الفترة خدعة قطع الرأس ونطقه في إناء، والمعروفة باسم قطع رأس جون نسبة إلى النبي يحيى عليه السلام الذي قطع رأسه وقدم هدية على طبق لصبية. في سنة 1584 تم نشر أول كتاب حول الألعاب السحرية في العصر الحديث بعنوان اكتشاف السحر للإنجليزي ريجينالد سكوت لغرض نفي صفة السحر عن الألعاب السحرية وكشف أسرار عدد منها. ولم تختفي تلك التهمة القاسية إلا في عهد التنوير ابتداء من القرن 18، حين بدأ الناس يدركون أن المؤدون ما هم إلا أناس يعملون على تسلية الناس وإدخال البهجة على قلوبهم. وأبرز السحرة الذين جعلوا تلك الخدع حسنة السمعة الساحر إيزاك فوكس صاحب خدعة حقيبة البيض. وفي القرن 18 وما تلاه تحرر فن ألعاب الخفة من أي اتهامات بالشعوذة، وصارت عروض هذا الفن تقدم في المسارح والقصور تحت أضواء المصابيح على مناضد مفروشة بأغطية براقة يرتدي لها المؤدون أفخر الملابس. ومن أشهر سحرة ذلك العهد الإيطالي بينيتي، وراج هذا الفن في القرن 19، فاشتهر الفرنسي فيليبي والإنجليزي بليتز وتلميذه جون هنري أندرسون الذي تنسب إليه خدعة إخراج أرنب من قبعته. أصبح بعض المؤدون ناجحين أثرياء،
فلقيت ملصقات إعلاناتهم الدعائية رواجا كبيرا، ووصل بهم الأمر إلى التنافس والإبداع فيها، وأحيانا إلى التقاتل حول أفضل الأماكن لجذب المتفرجين. ومن أشهر سحرة ذلك القرن الساحر الفرنسي جيم روبرت هودين، الذي يعد المؤسس والأب الروحي للخدع السحرية الحديثة. ومع مطلع القرن العشرين بدأ عهد جديد للخدع السحرية، وأضحى مشاهير السحرة يطوفون العالم ويحملون معهم مئات الصناديق الممتلئة بالمعدات الخاصة بهم، بالإضافة إلى الحيوانات التي يستخدمونها. واشتهر آنذاك الساحر الأمريكي الكبير هوارد ثيرستون، الذي طاف العالم بعروضه المبهرة والتي سماها عجائب الكون. وكذلك الساحر الأمريكي المجري الأصل إريك وايسو، المعروف باسم هوديني نسبة للساحر الفرنسي روبرت هودين، الذي برع في فن الإيحاء والإفلات من مختلف القيود. تميزت هذه الفترة كذلك بالمنافسة الشديدة بين السحرة، كل منهم يسعى لابتكار خدع بصرية أكثر تعقيدا، وصارت عروضهم أكثر جرأة وتحديا وكلفة من ذي قبل. لكن مع اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1939 وما بعدها، بدأت تختفي تلك العروض الأكثر بدخا بسبب صعوبة توفير الأموال اللازمة لتقديمها أو لحضورها من قبل الجمهور، فاسحة المجال للخدع التي تعتمد على خفة اليد، لكنها أصغر وأكثر سهولة من ذي قبل. فشهد عقد الخمسينيات بداية انتقال الألعاب السحرية من خشبة المسرح إلى شاشة التلفزيون، الذي أعاد لها الإثارة والمتعة، وتدعمت بأشرطة الفيديو ثم بالفضائيات والإنترنت لاحقا، حيث أسهمت التكنولوجيا الحديثة في نقل الألعاب السحرية البسيطة المبهرة إلى جميع أنحاء العالم. كان من رواد هذا العصر الساحر الأمريكي هاري بلاكستون، والدنماركي دانتي صاحب شعار سيم سلابيم، واشتهر كذلك الساحر الهندي سوركار. ثم تلتها عروض الياباني يوكا شيمادا بالمراوح اليدوية، والأمريكية شيري لوكاس، والأميرة تينكو المتخصصة في الإسكيبولوجي، والإنجليزية البلجيكية الأصل أديلاند هيرمان الملقبة بملكة السحر، وعروض الحمام للساحر لانس بورتونو، عروض الحيوانات للساحرين الألمانيين سيغفريد واروي، واستعراض الجليد للساحر والمهرج الروسي سلافا بولونين. كما تألق الساحر الأمريكي اليوناني الأصل كريس أنجل، الذي مشى في السماء وعلى الماء، دون أن ننسى أشهر ساحر معاصر وهو الأمريكي ديفيد كوبرفيلد، صاحب العروض الخيالية المبهرة كإخفاء تمثال الحرية واختراق سور الصين العظيم في لمح البصر وغيرها. ويعد حاليا أغنى ساحر في العالم بثروة تقدر بحوالي $1,000,000. حاليا تعتبر مدينة لاس فيغاس عاصمة السحر في العالم، وأضحت قلعة السحر في هوليوود بلوس أنجلس مقرا لنادي ألعاب الخفة، يقدم إليها مشاهير النجوم الكبار في الولايات المتحدة والعالم. تفرعت عن فن ألعاب الخفة تخصصات كثيرة، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر سحر المسرح كالذي تقدمه هذه الدورة، سحر الصالونات، سحر الأماكن المغلقة أو الضيقة، سحر الإفلات من القيود إسكيبولوجي، سحر الشوارع، الاستقراء الفكري مونتاليزم وغيرها، ولكل نوع منها خصائصه ومستلزماته. تطور فن الخدع السحرية بكل فروعه بفضل المبتكرين أمثال النمساوي جون بوماك، والمعلمين أمثال هارلان تاربيل، الذي ابتكر أول مقرر تعليمي للألعاب السحرية عام 1927 المعروف باسمه، ولعب التسجيل دورا هاما في الحفاظ على ميراثه. ولعل جون مالهولاند أبرز جامعي ومسجلي الألعاب السحرية في العالم. ثم قام كوبرفيلد بإنشاء المتحف والمكتبة الدولية للفنون السحرية، وصار للألعاب السحرية الآن مدارس لتعلمها ومتاجر خاصة لبيع أدواتها. ويعتقد أن متجر بيير روغول بباريس أقدم متجر من نوعه، إذ افتتح لأول مرة سنة 1820.
كما تأسست منظمات وجمعيات كثيرة على مستوى الدول والعالم تعنى بهذا الفن، أبرزها جمعية FISM الاتحاد الدولي لجمعيات السحرة الذي تأسس سنة 1948. وهكذا صار السحر الأبيض فن يتجدد ويتأقلم ويتطور كسائر الفنون والعلوم والآداب. ما حكم ممارسة الألعاب السحرية؟ هل حقا لها علاقة بالسحر؟ وهل هي حلال أم حرام؟ إليكم الإجابة الشافية الكافية. لقد حرمت الأديان والشرائع السماوية السحر والعمل به لأنه من الباطل، فيه شرك بالله وضرر للناس كالقتل والمرض والغش وإفساد الممتلكات وبث العداوة والكراهية والتفريق بين المرء وزوجه وبين الأبناء والوالدين وبين الأحباب والجيران وغير ذلك. لهذا كفر الإسلام السحر واعتبر ممارسته كبيرة، حيث ورد ذلك في الآية 102 من سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي الكبائر المخلدة في النار، وذكر السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله. كذلك اليهودية والمسيحية حرمته أشد التحريم لذات السبب، إذ جاء في سفر الخروج الآية 18 إلى 22: لا تدع ساحرة تعيش. وروى العهد الجديد أن الرسول بطرس قاوم سيمون الساحر، وكذلك قاوم القديس بولس الرسول عليم الساحر. سفر الأعمال الآية من 10 إلى 13. وتشدد الحكم على السحرة خاصة في العصور الوسطى، حتى كان جزاء الساحر الحرق بالنار ثم يطحن إلى أن يصير رمادا بعد أن يتجرع أقصى أنواع التعذيب. لكن هذا عن السحر الأسود والشعوذة، فهل الألعاب السحرية تدخل في دائرة السحر كذلك؟ جاء تعريف السحر اصطلاحا في كتاب التفسير الكبير للرازي ما يلي: هو المخادعة والتخييل أو عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. وعليه نجد أن فن الألعاب السحرية بعيد كل البعد عن السحر والشعوذة الذي حرمته الشرائع، لأنه ببساطة لا شرك بالله فيه، ولا قتل ولا جن ولا شياطين ولا أي ضرر للنفس ولا تفريق بين المرء وزوجه أو غيره. وقد صدرت عدة فتاوى من علماء دين كبار توضح الفرق الشاسع بين النوعين، وأن الألعاب السحرية أو بالأحرى ألعاب الخفة مجرد فن يعتمد على خفة اليد والخدع البصرية وحيل وأدوات مصنوعة خصيصا لهذا الغرض يوظف فيها الحاوي مهارته اليدوية ومختلف العلوم الحديثة كالرياضيات، الكيمياء والفيزياء وغيرها، وهدفه الأساسي هو تسلية الناس والترويح عن النفس وإدخال البهجة والسرور إلى القلوب، خاصة الصبيان منهم ليس أكثر. ومع تطور العلم وانتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي صار الجميع يفقه هذه الأمور، والأجدر أن تسمى بألعاب الخفة أو الألعاب الخفية أو الألعاب البهلوانية، ويطلق على مؤديها اسم البهلواني أو الحاوي، جمعها حواه. ويبقى هذا الفن في دائرة الحلال المباح ما التزم صاحبها بالضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها، والتي منها ما يلي: لا ينبغي أن يدعي الساحر امتلاكه لقوى خارقة أو علاقة له بالجن والشياطين. واستبراء للدين، إذا رأى بين الجمهور من يشكك في ذلك ينبغي أن يبين لهم أن ألعابه مجرد خفة يد وحيل وخدع للتسلية ليس فيها جن ولا سحر. الابتعاد عن الخدع الخطيرة التي قد تؤدي للهلاك والضرر. لا يجوز أبدا استغلال هذا الفن لتخويف الناس وترويعهم وأخذ أموالهم بغير حق كالسرقة مثلا.
أساسية. مجال الألعاب السحرية بحر واسع، تتفرع منه عدة تخصصات، بينها سحر المسرح، وهو مجال تخصصنا في هذه الدورة، كونه هو المجال الذي ستداوم العمل فيه والذي سيمنحك الربح الوفير مقابل أتعابك. لهذا ينبغي أن نحيطك علما بقواعد المهنة التي ينبغي أن تلتزم بها إن شئت احترافها مستقبلا، وهي كالآتي: القاعدة الأولى: الحفاظ على سرية الخدع السحرية. أنتم تعلمون أحبتي أن فن الألعاب السحرية أو الخفية ركيزته الأساسية هي السرية والمفاجأة، وهو سبب فضول الناس ورغبتهم في مشاهدتها. فإذا كشف سر الخدعة لن تستطيع العمل بها ثانية، ستكون أنت وحدك الخاسر. كما يقال: إذا عرف السبب بطل العجب. لذلك أول شيء يجب عليك الاهتمام به هو الاحتفاظ بسرية الخدعة، ولا تكشفها للجمهور أبدا مهما كان. ولا تكتفي بحفظ أسرار الخدع فحسب، بل ينبغي حفظ أدواتك في مكان آمن وإخفائها عن الناس من لحظة وصولك إلى مكان العرض حتى مغادرتك له. القاعدة الثانية: لا تقلد ساحر آخر في كل شيء، خاصة في طريقة التقديم. كل ساحر بشخصيته وخصوصياته وأسلوبه، ما تراه يناسب الساحر الفلاني قد لا يناسبك. القاعدة الثالثة: كن مرحا مبتسما، ولا تكن عبوسا جامدا، وكم سيستمتع المشاهد بألعابك في جو فكاهي. القاعدة الرابعة: لا تكرر ألعابك أكثر من مرة في نفس المكان لتحافظ على المفاجأة، لأن إعادة نفس اللعبة في نفس المكان يجعل المشاهدين يركزون هذه المرة جيدا على ما لم ينتبهوا له سابقا. القاعدة الخامسة: الساحر كثيرا ما يكرر عرض نفس الخدع لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات، حتى يمل منها فيستبدلها بخدع جديدة أخرى. لذلك عليه أن يغير المكان لعرضها على متفرجين جدد، فهو يحتاج دائما إلى التنقل. القاعدة السادسة: تواضع ولا تكن مغرورا، تحدث مع الجمهور وشاركهم بعض الألعاب، وسيزيدك ذلك إعجابا واحتراما في أعينهم. القاعدة السابعة: احرص على أن تبدو للمتفرجين في أحسن مظهر، نظيفا وأنيقا في ملابسك وأدواتك، وراقيا في كلامك ومعاملاتك. كيف تتعامل مع المتفرجين أثناء العرض وتدفع التوتر والخجل؟ يقال: مواجهة السيوف ولا الصفوف، حيث يعد الخوف من مواجهة الجمهور من أبرز الصعوبات التي تثني الناس عن ممارسة بعض النشاطات الاستعراضية كالألعاب السحرية والخطابة والغناء والرقص وغيرها، فيبدو ذلك ظاهرا على المبتدئ بالخجل ثم التوتر، مما يوقعه في أخطاء التقديم وتلعثم في الكلام، وقد يؤدي إلى فساد العرض برمته. لكن إذا تزود المقدم ببعض الأسباب وتعلم بعض الحيل النفسية، حتما سيزول ذلك الخوف ويذهب عنه التوتر والخجل. وقد جمعت لكم هنا 14 نصيحة وحيلة، بعضها من صميم تجربتي وبعضها الآخر أسداها إلي بعض الخبراء والزملاء في هذا المجال، والبعض الآخر بحثت عنه في الكتب والمواقع، وها أنا ذا أختصرها لكم. 1. أكبر عامل يمكن أن يسبب لك الخوف بل الرعب هو الوقت، فلا تستهن به. خذ الوقت الكافي قبل العرض واذهب مبكرا لمكان العمل، ساعة أو أكثر إن أمكن، فمتسع الوقت يسمح لك بضبط أمورك بأريحية والتعرف على الناس والتجول في مكان العرض، مما يهدئ بالك لا محالة. 2. يستحسن أن تتخيل عرضك التقديمي ومثله قبل الموعد،
وإياك أن تنسى تحضير أدواتك ومستلزماتك والتأكد أنها تشتغل جيدا. وضعها بشكل مرتب في الحقيبة مع وضع جدول لعروضك ونكاتك وكل كلام مهم تنوي قوله خاصة في بداية مشوارك. 3. اعرض فقط ما أنت قادر عليه ودع ما تراه صعبا. 4. اعلم أن الساحر يستبدل الجمهور وليس الخدع. شخصيا أعرف ساحرا لا يزال يقدم نفس العروض منذ أكثر من 20 سنة، اللهم إلا إذا مل الساحر تلك الخدع وأراد تقديم الجديد بأدوات أفضل. وتكرار نفس الخدع ونفس الكلام يجعل الأمر هين لين مما يخفف التوتر يوما بعد يوم حتى يزول تماما. 5. لا تنظر أبدا إلى المتفرجين كعدد كبير بالعشرات أو بالمئات أو بالآلاف، بل اعتبرهم كشخص واحد ينظر إليك ويراقبك وأنت اعتبره من جانبك كصديق. انظر إليه وتحدث معه بكل ود وعفوية واحترام، خصوصا اعرف كيف تفاجئه. 6. أطفئ جوالك وصوب انشغالك بعرضك فقط ولا تفكر بأي شيء آخر. وإذا شعرت بالتوتر فحاول كتمه ولا تعتذر عنه ولا تذكره للجمهور أبدا، فهم لا يعرفون بما يدور في داخلك وإخبارهم بذلك سيزيد للطين بلة. 7. عندما تفهم ما ستفعله أو تقوله تستطيع أن تقدمه وتبلغه للجمهور بأي طريقة شئت، فلا تتمسك بطريقة أو صيغة واحدة مقلدة ثم تكررها كالببغاء. إذا نسيتها فجأة تقع في ورطة. اجعل تركيزك على الجمهور لا على نفسك وهذا ما سيريحك. 8. يجب أن تقتنع أنه سيكون بين الحضور من لا يعجبه عرضك مهما أبدعت، فهذا أمر عادي، ولكن إذا حاول مشاغب بين المتفرجين التشويش عليك واستفزازك بكشف ألعابك فلا تفزع أو تتوتر إن كان عرضك مشوقا وأداؤك سليما، بل تمالك أعصابك، فحتما سيوجد بين المتفرجين من يسكته ويرد عليه ولن يتركوه يفسد عليهم الفرجة. المستفز بلا شك سيخاف من رد فعل الجمهور ولن يستمر كثيرا، لذلك أفضل ما يمكن أن تفعله أنت هو التجاهل، فلا تبالي بكلامه ولا ترد عليه أبدا، لأنك إن رددت عليه فستكشف للجمهور عن نقاط ضعفك وسيجد المستفز من ينضم إليه ثم ستنتشر الفوضى. 9. إذا ارتكبت خطأ على كل حال وانكشفت اللعبة مثلا فلا تحاول تصحيح الخطأ، بل انتقل مباشرة إلى اللعبة التالية ولا داعي للذعر، فالخطأ من طبيعة البشر، وأكمل عرضك بشكل عادي جدا. دورك فقط أن تغطي على الخطأ بالكلام أو تقول أنك تعمدت ذلك مثلا لاختبار انتباههم أو أي شيء تراه مناسب، كأن تحكي لهم نكتة، فإضفاء جو الفكاهة والمرح ينسيهم خطأك ويجعلهم يتابعون عرضك. 10. إذا ارتكبت خطأ في لعبة ما أو نسيت أمرا مهما في عرضك أو اختلط عليك ترتيب الموضوعات فلا تخبر الجمهور بذلك، إن فعلتها ستجعل الجمهور على دراية بخطأ لم يعلموا حتى بوجوده، بل استمر في عروضك كأنه لا شيء وقع. 11. احرص على الاقتراب من الجمهور وانظر إلى كل من حولك واحدا تلو الآخر، تواصل معهم بالعين وبالحديث وأشركهم في بعض الألعاب، فهذا ما سيجعلك ودودا في أعينهم ويقلص حجم التوتر لديك. 12. ثق بنفسك جيدا، فأنت أشجع من المتفرجين ما دمت في هذا المقام، لأن الغالبية منهم سيخافون كثيرا من الوقوف على تلك المنصة. إن فكرت هكذا سيخف التوتر لديك. 13. أكثر من الثرثر والابتسام ولا تبخل عليهم بالنكت بين كل عرض وآخر، فذلك سيجعلك تضرب عصفورين بحجر، أولا لتغطي على ما تفعله بحذر من انفلاتها وانكشافها قبل تقديم الخدعة، ثانيا إلهاء الجمهور وإضحاكهم واستمتاعهم بالعرض. 14. لا تتعجل ولا تتسرع في عروضك، خذ الأمور ببساطة، احرص على البدء ببطء حتى تتمكن من الوصول إلى مساحة مريحة.
13 نصيحة مهمة. 1. تدرب جيدا على أداء حيل هذه الدورة قبل تقديمها للجمهور، ومن الأفضل تقديمها لأفراد عائلتك أو أصدقائك المقربين أولا، وكرر أداءها أمام المرآة أو صورها بكاميرا هاتفك وتفرج عليها لتراقب درجة التحسن لديك. 2. احضر عروض أصحاب الخبرة في الميدان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مثلا على شاشات التلفزيون أو الإنترنت، ودقق ملاحظتك من جوانب مختلفة: الهندام، طريقة العرض، أسلوب الكلام والتعامل مع الجمهور. هذا بلا شك سيفيدك. 3. اشتري حقيبة دبلوماسية لتحمل فيها أدواتك التي تحتاج إلى حفظها بشكل معين أو إلى تحضير سري مسبق. 4. خطط لعرضك وسجل مخططك على ورقة. رتبها بشكل متناسق باختيار أحسن العروض في البداية وفي الوسط وفي الختام. واجعل الحيل البسيطة والقصيرة فاصلة بين الحيل الطويلة، مما سيساعدك على الحفاظ على حيوية العرض وتنوعه وعلى حماس الجمهور. 5. مدة العروض لا ينبغي أن تكون طويلة مملة ولا قصيرة مخلة، وحسب تجربتي وما عرفته من زملاء المهنة يجب أن تتراوح بين 45 دقيقة إلى ساعة لا أكثر. 6. لا تقبل أبدا أن تجزئ عروضك وتقدمها بالتناوب مع برامج أخرى خلال الحفلة. قدم عرضك كاملا بشكل متواصل كي تترك أثرك في أذهان المشاهدين. 7. خصص قائمة لأدوات بعض الألعاب التي تحتاج أن تلبسها، وتأكد أنك لبستها قبل أن تبدأ الأداء. 8. قبل الصعود إلى المسرح استرخي وخذ أنفاس عميقة بطيئة، ثم تقدم بابتسامة وابدأ بتحية المتفرجين وألق كلمتك الترحيبية بحماسة. من الأفضل أن تؤلفها من عندك وتحفظها، وأشرك المتفرجين بمحاورتهم جماعيا وحاول أن تبعث فيهم الحماس. 9. إن لم تكن في المسرح ينبغي أن تترك مسافة كافية بينك وبين المشاهدين، ولا تدعهم أبدا أن يجلسوا إلى جانبك أو ورائك حتى لا يطلعوا على أسرارك. 10. من الأفضل أن تعد مسرحا بسيطا لعرضك، مثلا قف أمام ستارة أو زي ملاءة وعلقها وراءك. 11. ضع طاولة أمامك وغطها بقماش لتبدو مميزة، ثم ضع عليها لوازمك وأدواتك بشكل مرتب ليسهل وصولك إليها، ولكن انتبه كي لا تكون على مرمى أنظار المتفرجين بكل تفاصيلها. من الأحسن أن تسترها بغطاء على حقيبتك ليشكل زاوية قائمة مع قاعها، مع إسدال قطعة قماش مزينة حولها لتضمن ستر محتوياتها عن الأنظار. 12. حينما تنهي عرض لعبة ما إياك أن تغفل وتترك أثرا يكشف سرها. ألق بأدواتك في حقيبتك دون أن ينتبهوا إلى شكلها. 13. احتفظ بأفضل عرض للخاتمة ليصفق لك الجمهور طويلا وتترك أحسن الأثر. الخطة الكاملة لبدء العمل والربح من الألعاب السحرية. بعدما تكون قد اخترت أفضل 10 إلى 15 لعبة لعروضك وتدربت عليها بما فيه الكفاية، وأصبحت جاهزا للانطلاق في تجسيد مشروعك وبداية مشوار عملك، عليك بالخطوات الآتية. أولا، مرحلة الدعاية لحرفتك الجديدة. مع تطور تكنولوجيا الاتصال خاصة الإنترنت، صارت مواقع التواصل الاجتماعي هي البديل الأسهل والأفضل للدعاية للحرفيين والفنانين، لذلك يجب أن تستغلها أحسن استغلال للتعريف بخدمتك والتسويق لها. أنشئ حسابات خاصة بك على السوشيال ميديا كصفحة فيسبوك أو إنستغرام وتويتر وغيرها.
اختر لها اسما مناسبا وبانر جذاب له علاقة بالألعاب السحرية مع وضع أرقامك عليه وطرق التواصل معك، حيث ترفع في تلك الحسابات صورك ومقاطع فيديو قصيرة وأنت تؤدي ألعابك، سواء بمفردك أو مع أصدقائك أو في عرض للجمهور تبرز فيها موهبتك وإبداعك، فتزداد بذلك سمعتك ويكبر عدد المعجبين بك لتتصيد بهم صفقات عمل. ثانياً، كيف تحصل على أول فرصة للعمل؟ ربما ستجد الصعوبة في إيجاد أول فرصة لتقديم عروضك للجمهور، لأن الناس لا تعرفك كساحر مؤهل، لكن لا تخف. أنصحك كمبتدئ باغتنام فرص مناسبات ثقافية أو أعراس عائلية لدى معارفك أو في حيك أو أي مؤسسة ترفيهية أو ثقافية قريبة من محيطك، أو اذهب إليهم واقترح عليهم تقديم عروضك بمقابل مادي بسيط وحتى بالمجان إن دعت الضرورة. المهم أن تجد الفرصة الأولى ليكتشف الناس مهارتك وموهبتك. ارضى بأي ثمن معقول يقدم لك، لأنك في هذه المرحلة لست في وضع يسمح لك بأن تفرض سعرك. التقط صور وفيديوهات لك خلال عرضك لتستشهد بها لاحقا، وبعد أن تلاحظ أن عروضك بدأت تستحوذ على اهتمام وحديث الناس ويذيع صيتك، حتما سيصبح هم الذين سيبحثون عنك ويجرون وراءك ويطلبونك، ولن يصمت هاتفك من الرنين. حينها يمكنك أن تطلب السعر الذي تراه مناسبا لك وتشق طريقك في عالم الشهرة والغنى بإذن الله. ثالثا، كيف تحدد سعر العرض؟ لا يوجد سعر محدد لعروض ألعاب الخفة، فالأسعار في هذا المجال متفاوتة ليس لها سقف ولا قاع، حسب مستوى كل مؤد وشهرته وجودة عروضه وأدواته التي يستخدمها. فالمحترفون المبدعون يكسبون في عرض مدته ساعة واحدة مبالغ خيالية لا تتصورونها، بينما المبتدئون الأقل خبرة يرضون بما يقدم لهم، ولكن على العموم وحسب خبرتي تعادل أجرة بضعة أيام لعامل يومي. وتختلف الأسعار كذلك حسب الجهات المنظمة للحفل، فهناك مؤسسات مقيدة بقوانين وزارية مثل المدارس ودور الثقافة والمسارح وغيرها. ولأجل معرفة السعر الرسمي للعروض السحرية يمكنك التوجه إلى أي مؤسسة رسمية تابعة للدولة كمديرية الثقافة أو لجنة الحفلات لمدينتك أو مقاطعتك، سيخبرونك كم يدفعونك أجر مقابل العرض السحري الواحد، فهم لهم معايير أو مقاييس احترافية للتسعير. حينها يمكنك جعل ذلك السعر كمعيار تقيس عليه نفسك أو تزيد عليه حسب المكان وحالة صاحب الحفلة. في هذه المرحلة هناك أمور ينبغي لك فعلها لترتقي في سلم الاحترافية وكسب المزيد من الأرباح. رابعا، دفتر المرور. خصص لنشاطك دفترا يسمى دفتر المرور تأخذه معك في جميع مشاويرك. عند نهاية كل عرض تطلب ممن دعاك ليدون فيه تقريرا موجزا عن عرضك ومرورك على مؤسسته. يتضمن التقرير تاريخ العرض واسم ومكان المؤسسة والمناسبة مع إضافة ملاحظته ورأيه في العرض، ثم يختمها بختم المؤسسة الرسمي مع توقيعه. هذا الدفتر أو السجل مهم للغاية لمسيرتك المهنية مستقبلا، فهو بمثابة دليل أو شهادة على ممارستك لهذا النشاط، والذي سيساعدك في الحصول على وثائق أو بطاقة مهنية رسمية أو كسب ثقة زبائن آخرين حينما تريهم نشاطاتك السابقة والثناء الذي حظيت به. إلى جانب هذا الدفتر أحيانا يمنح منظمو الحفلات شهادات شرفية للمشاركين، فاحتفظ بتلك الشهادات أيضا إلى جانب الدفتر، حتما ستحتاجهم مستقبلا. خامسا، ما هي الأماكن التي تقصدها؟ بما أن فن ألعاب الخفة يصنف ضمن النشاطات الترفيهية، فاقصد إذن المناسبات والأماكن الترفيهية، وهي كثيرة جدا: حفلات الزواج، حفلات تخرج، حفلات الأعياد الدينية والوطنية والميلاد،
حفلات مدرسية، مخيمات صيفية، المهرجانات الوطنية والجهوية وحتى الدولية التي تقام في مناسبات مختلفة، دور الشباب، دور الثقافة، المدارس، المسارح، لجان الحفلات في المدن والأحياء والقرى. إذا وجدت كل هذه الأبواب موصدة أمامك، وهذا مستحيل طبعا، فلا تزال هناك فرص أخرى متاحة لك وقتما تشاء، فهي غير مقيدة بالزمان ولا بالمكان. اقصد أي مدينة تعجبك ومعك أدواتك ولوازمك، واختر فيها أي ساحة أو ركن أو شارع مكتظ، وقدم على أرضيته عروضك للمارة دون إعاقة حركة المرور، ثم اعرض عليهم قبعتك في النهاية لتجني ثمرة عرق جبينك وحلالك. ستجد حتما أيد سخية لأناس يقدرون قيمة الفن، وإياك والخجل، فأنت تقدم فنا ولست متسولا. ومن بين الأماكن المذكورة سلفا مكان بمثابة نبع لا ينضب أبدا للعمل وربح المال الكثير، ألا وهو المدارس، ومنها خضت تجربتي الأولى وربحت الكثير، وذلك لكونها تضم طلابا أو تلاميذ طوال العام تقريبا ما عدا العطلات أو الأجازات. فالأطفال هم الشريحة الأكثر إقبالا وحبا للألعاب السحرية، ولكي يسمح لك بتقديم عروضك في المدارس ينبغي أن تحصل على رخصة رسمية لدى السلطات المعنية. سادسا، كيف تحصل على رخصة لتقديم عروضك في المدارس؟ تشترط إدارة المدارس في الغالب حيازة مقدمي العروض الترفيهية على رخصة مستخرجة من مديرية التربية، تفرض على مقدمي تلك العروض الخضوع لقوانين وشروط موضحة في تلك الرخصة، وللحصول عليها يكفي أن تكتب طلبا خطيا وتسلمه إلى المصلحة الخاصة بالشؤون الثقافية أو الترفيهية في مديرية التربية أو التعليم في منطقتك، وتريهم دفتر المرور الذي تحدثنا عنه سابقا إن وجد، أو بطاقة فنان أو أي شيء يثبت مهارتك وأهليتك لتقديم عروضك للأطفال، وهم يحرصون على أن تكون مناسبة لهم. حينها سيمنحون لك الرخصة التي تتضمن شروطا ينبغي أن تلتزم بها، وكذلك السعر المحدد لتذاكر الطلاب أو التلاميذ، حيث أن المبلغ المتحصل عليه من جميع طلاب المدرسة يتم تقاسمه بينك وبين المدرسة، وطبعا سيكون النصيب الأكبر لك. مثلا في رخصة هذه 80% لي، 20% لتعاضدية المدرسة. سابعا، الخاتمة. وهكذا بمجرد انتشار سمعتك بين الناس والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية المختلفة، تبدأ الدعوات والطلبات تتهاطل عليك من كل حدب وصوب. فرغم انتشار الإنترنت واستحواذ مواقع التواصل الاجتماعي على سوق العمل، لا يزال عدد الفنانين في مجال الألعاب السحرية قليل، والمنافسة تكاد لا تذكر، لأن الفن موهبة قبل أن تكون مهنة، والموهبة نعمة من الله ليست متاحة لعامة الناس. وفي الختام، أتمنى أعزائي الطلاب أن تكونوا قد استفدتم من هذه الدورة بالقدر الذي يجعلكم تخطون الخطوة الأولى، فهي الأصعب في كل مسيرة. واعلموا أنكم قد وضعتم قدمكم على السكة الصحيحة المؤدية إلى الاحتراف وتغيير حياتكم إلى الأبد، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.